هذا الرجل الذي عاش حياة المتصوف وكان من قيادات التصوف في الحياة المصرية والعربية والإسلامية. هل تعلم وليس هذا سرا أنه يوم أن انتقل لم يجدوا في بيته ثمن كفنه؟ عنده بنت أخت بتتزوج، فرأى أن يقسم مطالبها واحتياجاتها في الجهاز عليه وعلى إخوته. هو هذه الشمس التي أشرقت على العالم الإسلامي وأمدته بقوى روحية ستظل منيرة مشرقة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يعد الإمام الأكبر عبد الحليم محمود صاحب ورائد مدرسة الفكر الإسلامي والتصوف في العصر الحديث، ولقب بأبي التصوف في العصر الحالي. كان الإمام عالما حكيما يدرس الأمور بدقة وإمعان، ويفكر في القضايا والمشكلات تفكيرا جديا وسليما، ويبحث لها عن حلول في صمت، ويبدي رأيه في أوانه، مما جعله يكسب صفوف المعارضين قبل المؤيدين، إلى جانب اللباقة والدراية الكاملة في عرض أي موضوع ومسألة تتعلق بأمور الدين. لا تستطيع أبدا أن تلحظ تغيرا ما في سلوكه أو لغته أو أفعاله تتصل بأن يكون متفرنجا أو أن يكون منحازا لشيء آخر غير العروبة والإسلام. حليم محمود الذي خطب عقب فوز المصريين بالنصر في 73 وقال إن حمامات بيضاء كانت تطير فوق القناة وكأنها كانت تسبح بحمد الله وكأنها تشكر الله على أن المصريين قد عبروا. هذه الحكاية التي قالها عبد الحليم محمود كان يقصد منها التأييد السماوي، لأن المصريين سلكوا طريقا صالحا، استعدوا، تقووا، تثقفوا، وفي نفس الوقت تسلحوا وتدربوا ووضعوا الخطط حتى انتصروا بعون الله. وجدت أن الدكتور عبد الحليم يحاول أن يجتذبني إليه، ووجدت أن الدكتور عبد الحليم بعيد المدى في التعامل مع المجتمع الذي يعيش فيه. لم يكن بالنسبة لصاحب سلطان يكثر التردد عليه، ممكن يشوفه يروح له، لكن بشموخ المؤمن بأن كل شيء بقدر الله عز وجل. فكان دائما أبدا إذا التقى بأحدهم يحاول أن يظهر له عزة الإسلام. مرة بقول يا مولانا، قال يا ابني الله وضع ثلاثا فيه ثلاث، وضع غضبه في معصيته فلا تحقرن شيئا من المعاصي لعل في ذلك يكون غضبه، ووضع رضاه في طاعته فلا تحقرن شيئا من الطاعات لعل ذلك يكون رضاه، ووضع أولياءه في خلقه فلا تحقرن أحدا من الناس لعله يكون ذلك الولي، ورب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره. أي إنسان يا ابني اعتبره أحسن منك. شوف لما يقول لك أما تقابل بني آدم هو شيخ أزهر، هو فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر. ما هي الوسيلة لأن تجد ليلة القدر، لأن تصادف ليلة القدر؟ الوسيلة معروفة مرسومة، أن تتجه إلى الله سبحانه وتعالى بكل كيانك، بنفسك، بروحك، بجوارحك، بعقلك، نطقك له، مشيك له، حديثك له، جلوسك له، كلامك له، حديثك له، أن تكون له بكليتك. وإذا ما كنت لله سبحانه وتعالى بكليتك كان الله سبحانه وتعالى لك، وكانت لك ليلة القدر. ترى النور وترى ليلة القدر وتشعر بقلبك بأنك في ليلة القدر.
كما توسع الشيخ عبد الحليم محمود في إنشاء المعاهد الأزهرية فترة توليه مشيخة الأزهر، فجاب القرى والمدن يدعو الناس للتبرع لإنشاء المعاهد الدينية، فلبى الناس دعوته، فزادت أعداد المعاهد في عهده على نحو لم يعرفه الأزهر من قبل. فتصدى لقانون الأحوال الشخصية عندما حاولت الدكتورة عائشة راتب إصداره دون الرجوع للأزهر. أما الجهر بكلمة الحق ففي مواطن كثيرة الشيخ عبد الحليم محمود كان لا يخشى إلا الله عز وجل، ثم دأبوا على ذكر الله والدعوة إلى ذكر الله. وكم من كلامه ليا يقول: شوف، لو أفسد الناس جرى على لسانه بسم الله الرحمن الرحيم بس، وجرت على لسانه، ثق تماما أن الله سيهديه إن لم يكن اليوم فقط. وكانت دي ثقته، ان الانسان اذا اتصل بشيء من دين الله فدين الله يجذبه اليه ويستقيم على الطريق. قعدنا هناك في الاسواق 3 ايام. في ال3 ايام كل يوم نفتح 20-30 معهد. 30 معهد، يعني في 3 ايام فتح 100 معهد. وكم من معاهد تفتح ويروح يوديها لوحده بالليل وبالنهار. يعني كان عنده سنة يروح يفتح معهد مثلا النهارده في سوهاج، بكره في قنا، بعد بكره في اسوان، بعد اسبوع تاني يوم في الوادي الجديد ولا في مرسى مطروح او في اي منطقه. لذلك كل المعاهد اللي فتحت في مصر في عصره كانت عدد كبير جدا من المعاهد. يعني كان عدد من المعاهد لا يتخيله بشر فتح في عهد الشيخ عبد الحليم محمود وفي زمنه. اهتم الشيخ عبد الحليم محمود بالتصوف وكتب عدة مؤلفات حول تاريخ التصوف في الإسلام وعن بعض المتصوفة من المسلمين في مختلف البلدان العربية والإسلامية، ولكنه اهتم أيضا بالزهاد أمثال أبي ذر الغفاري، واهتم بهذا الزهد على أنه البداية الحقيقية للتصوف في الإسلام من قبل أن يدخل الزهد إلى مراحل نظرية نقلها المتصوفة عن الثقافات غير العربية. وبالتالي هو يجعل من الزهد المرحلة الأساسية في الإسلام للبعد عن الدنيا وزخرفها والإيمان بالله وتقواه والاستعداد للعالم الآخر بفضائل الأعمال وبالتقوى. فهو كان ليعطي ولا يتكلم ويعول أسرا من الناس، ويرى أن ما يأخذه من المكافآت لو تركه يبقى فرط في حقوق الفقراء، لأنه كان يرى أن طبعا المحاضرة واجب ديني، الخطبة واجب ديني، التأليف أيضا واجب ديني، لكن أخذ المكافآت والبدلات طالما متعارف عليها وما يأخذش غير حقه، يأخذ هذا المال ويصرفه بمعرفته بالنسبة لمن يحتاج إلى هذا المال. ولقد بلغ القرآن بالإشادة بالعلماء ما لم يبلغه مذهب قديم أو حديث. إن الله سبحانه وتعالى يقول: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. أولو العلم شهدوا مع الله ومع ملائكته. شهدوا ماذا؟ إنهم شهدوا قمة الإيمان، أي شهدوا التوحيد. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله هي قمة الإيمان، وليست قمة الإيمان أقول أو ألفظ أو أعتقد أو أوقن أو أؤمن بأن لا إله إلا الله، وإنما قمة الإيمان هي أشهد أن لا إله إلا الله. من الذي شهد التوحيد مع الله وملائكته؟ هم العلماء. لن تجد إشادة بالعلماء في النحل القديمة أو الحديثة، في المذاهب، في الديانات، لن تجد إشادة بالعلماء تبلغ هذه الإشادة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث عن العلم كثيرا، ومن أجمع الأحاديث التي تحدثت عن العلم ما رواه الإمام أحمد وأبو داود
والترمذي وغيرهم من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اختلاف فيما بينهم في بعض الكلمات: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد موازنة طريفة جدا، موازنة بين العالم والعابد. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذا الرجل الذي أحس بوطأة الهزيمة فكان يتحدث عن الجهاد ويتحدث عن بناء الوطن في وقت واحد. هذا الرجل الذي خطب في كل مواقع الخطب في المساجد، في المؤسسات، في المناطق العامة، من أجل أن يجيش الشعور الوطني المصري من أجل المعركة، ومن أجل أن تقوم مصر مرة أخرى لتأخذ وضعها تحت الشمس بين جيرانها وبين بلدان العالم كله. كان السادات أيام في الفترة دي أنا أعرف حاجات كتيرة جدا، كان يهمه جدا إن التعليم يبقى على الأقل نصه أزهري. لذلك لما مات السادات ومات الشيخ عبد الحليم محمود بدأ يتقلص هذا العدد فترة كبيرة لحد ما جه الشيخ الله يرحمه الشيخ جاد الحق بدأ يعيد الشكل، لكن ما قدرش يعني بينشئ معاه، ما انشأش هو الدولة اللي كان الناس اللي كانت بتنشئ بقى. يعني الشيخ عبد الحليم محمود كان بينشئ والدولة تنشئ، وانا ايام انشاءات كثيرة جدا، لكن في عهد الشيخ جاد كان بيضم المعاهد. كان يهتم جدا بجماعات المتصوفة الآنية التي كانت تعاصره، سواء كان مصدرها السودان أو مصدرها مصر أو مصدرها تركيا. كان يهتم جدا بالمتصوفة وحلقات الذكر والتصوف المنتشرة في مصر، لأنه كان يعلم كما نعلم نحن المصريين أن داخل هذه الجماعات ما لا يقل عن 10 ملايين من المصريين، إنما انطلقوا ودخلوا هذه الحلقات ودخلوا في هذه الجماعات من أجل أن يحققوا ما بدأه الزهد في البداية، أننا لا نفتن بالسياسة ولا نفتن بالحياة إذا أردنا أن نستعد للعالم الآخر. كنت في دار الشعب، وكان رئيس مجلس الإدارة أو القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة الأستاذ أحمد حمروش عليه رحمة الله، أحمد إبراهيم حمروش. أبوه كان شيخ الأزهر في فترة من الفترات. وبعدين داخل السلام عليكم وعليكم السلام، قال لي تعالى. قلت له قال لي ايه شيخكم ده؟ قلت له شيخنا مين؟ قال لي الشيخ عبد الحليم محمود. قلت له ماله؟ قال لي ما بيشبعش فلوس. قلت له يعني ما بيشبعش فلوس يعني بيعمل بيها ايه؟ الشيخ عبد الحليم يعني شايفه في حياته مسلك عادي، تذهب الى بيته الصالون عباره عن كراسي فوتيه وكنبه منجده بالجلد، جلد، وبعضها كان مخلع ومقطع وما كانش بيصلحها الا اذا كان حد هيزوره علشان يظهر له ان الحكايه ماشيه كويس، لكن كان زاهد عليه رحمه الله. قلت له حصل ايه؟ قال لي كان كل شويه يتصل بيا بالتليفون ويقول لي الفلوس بتاعتنا فين. وبعدين سافر الحج، سافر يحج، كان في موسم الحج، فجالي سكرتير الشيخ عبد الحليم محمود وهو شيخ ازهر وقال لي احنا عايزين الفلوس. فقلت له انت عايز الفلوس تعمل بيها ايه؟ شيخك في الحجاز في الحج، يبقى ما حدش عايز فلوس اما يرجع. فقال له طب تعالى، واخرج كشف قائمه باسماء اناس لابد ان يصلهم مبالغ ماليه
قبل حلول العيد. وفي صباح يوم الثلاثاء 17 من أكتوبر عام 1978 رحل عن دنيانا الشيخ عبد الحليم محمود عقب عودته من الأراضي المقدسة بعد نشاط كبير في خدمة الإسلام والمسلمين، تاركا ذكرى طيبة ونموذجا لما يجب أن يكون عليه شيخ الأزهر. فقد اكتسب العالم الجليل احترام كل الفرق والمذاهب الإسلامية في شتى بقاع العالم، وسيبقى العالم الجليل عبد الحليم محمود وتراثه في قلوبنا على مر العصور. رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته.